ازيكم يا بنات يا حلوين، عاملين ايه؟ منوعات وخالتكم منور جايبه لكم حاجات تحفه جدا. بس بالله عليكم لو عجبكم شغلنا ما تنسونوش بالتعليق، تقولوا لنا رايكم في اللي احنا بنعمله، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان احنا عايزين نكبر بيكم وليكم. بالله عليكم شوفوا افكارنا وقولوا لنا وتتابعونا واشتركوا وشيروا الفيديو. اللي انتوا شايفينها ديت علبة، عارفين العلبة اللي بنجيب فيها الجبنة، بنجيب فيها اللحوم، بنجيب فيها البيفي كده يعني. علبة خفيفة جدا، انا عملتها بصوا شوية حاجات كانت عندي في البيت، حليتها وظبطتها وعملتها اكنها اللهم صل على النبي. تحطي فيها بقى اكسسوارك على السراحة، تحطي فيها مكياجاتك، تحطي فيها دبابيسك، يعني بجد تحطيها ديكور كده. ممكن والله تعمل بونبونيرة كمان، تحطي فيها شوكولاتة وحاجات. بصوا العلبة شكلها كان عامل ازاي قبل ما اشتغل فيها، وكانت خفيفة وضعيفة. بعد ما عملت عليها الشغل ده حلوت وبقت حاجة تانية خالص. وكل اللي احنا محتاجينه العلبة مع شوية لولي، مع مثلا لو عندك استراس، عندك اي وردة، عندك اي حاجة حلوة. انتوا فاهمين؟ مش يعني مش بقول لكم لازم تعملوها زي ما انا عملتها، لا، انا بقول لكم على الفكرة، وانتوا بقى ابدعوا ابتكاراتكم وتكاتكم وحركاتكم، هتلاقي الدنيا بقت حلوة معاكم. انا كل اللي انا عملته جبت مسدس الشمع، وطبعا العصايه اللي انا شارياها دي جميله جدا. بصوا بتحطي شمع ايه، وبعد كده بترسمي بقى وبتغطي العلبه دي باللولي، او لو عندك اكستراس او عندك قماشه حلوه، اي حاجه عندك، اي حاجه عندك، ما تضغطيش نفسك ولا تروحي تشتري حاجه مخصوص. لا، اعملي بالحاجات اللي عندك، ابدعي وابتكري وحلي وجملي. انت جميلة وتعرفي لازم تحلي كل حاجة، ولازم تطلعي كل حاجة حلو. كل اللي انا عملته بصوا، انا رسيت اهوت على الجناب، وبرضو عشان ما تاخدش منها تبقى شكلها حلو، منها ما تاخدش مني لولي كتير. عملت على الجناب ورجعت تاني عملت بعديها بشوية، لانها هي شفافة وحلوة، يعني لو سبتي حتة جزء باين منها مش هتبقى وحش. انتوا فاهمين؟ يعني الشفاف مع الابيض او البيج حاجة جميلة. وعملت والله منها فكرة جراب موبايل برضو حلوة جدا، هبقى اصوره لكم وابعت اوريه لكم. بصوا نزلت شوية اهو، سبت المسافة وعملت في الدايرة ايه، هي فيها حتة واطية شوية كده. هكمل بقى كده وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. اهو بص عملت 3 صفوف، وعملت هنا على الخطوط. انت ماشي زي ما انت عايزة. بصوا وعملت في الجناب. طبعا ما رضيتش اطول عليكم، لو قعدت اعمل ده كله بتاخد وقت كنت هقعد في الفيديو ساعتين 3. بصوا بقى هنا الحته ديت عايزه احط لها حاجه مختلفه. دي قماشه كانت عندي، عملت منها حاجات كتير قوي، عملت منها مفرش وحاجات ياما بصراحه، ومفرش سفره ومفرش، يعني حاجات ياما قوي. وعملت منها مفرش ستان كمان. هشيل بس هقص الورده ديت وهلزقها ايه، وهلزقها في النص اهو، هلزقها هنا. اولا هتعمل له شغل حلو معاهم، الالوان كلها تبقى كده مع بعضها حلوه وتعمل تغيير. هحط شمع والزقها. دي الترابيزه اللي احنا عاملينها مع بعضينا، اللي احنا بلطناها بلطنا الترابيزه بالسيراميك. بدل ما نروح وندور على رخامه ونغلب نفسنا ونشتري رخام، ليه؟ ما احنا نعمل، نعمل ما عندنا في البيت. احنا نقدر نعمل كل حاجه، كل حاجه نقدر نعملها. يلا مع بعض نشوف ايه يا عم، البتاعه دي مش هتخلص ليه؟